بقول لك ايه، ما تيجي نشتغل فود بلوجرز؟ الجمله دي دايما بسمعها في لسان ناس كتير، واولهم صاحبي، ودايما يقول لي زي استاذ باسم سمره كده. نروح الاماكن الفخمه، هنقول على كل الاكل الجوسي والوحش منه لوسي. ولما قلت له طب زي مين، فاجئني انه استشهد بناس السي سحس وعمرو شريف في تحدي دور ال16 ومحمد حازم وبهيج. وده اللي شجعني اساله انت عارف يعني ايه فود بلوجر، وان في حاجه اسمها فود بلوجر وفود ريفيور. ولما قلت له كده قال لي حضرتك بتقول ايه؟ فهمت انه ما يعرفش. ولما سالته امال انت فاهم ايه، قال لي دي ناس بتدوق وتعمل اعلانات بس. قلت له لا ده انت فايتك كتير قوي. طب ما تيجي اعرفك يعني ايه فود بلوجر وايه الفرق بينه وبين الريفيور. انت عارف اول ما قلت له كده قال لي ايه؟ قال لي ان الموضوع ده محتاج لايك واشتراك، ولو على الفيس نعمل فولو وتقول لي رايك في كومنت وتعمل لي فولو على الانستجرام. شفت جبت لك منين. واهم حاجه اوعى تنسى تصلي على النبي، ويلا بينا. الاكل المتعه الحلال، اي حد بيتمتع بالاكل ايا كان ذوقه. مفيش اجمل من انك تكون مروح من الشغل وتخش البيت تلاقي امك بتقول لك اكلك في الفرن، وتفتح الفرن تلاقي صينيه مكرونه بشاميل. ويا سلام بقى لو كان اللي عاملها لك محمد حازم ويوم الخميس كمان. هتقول لي طب وايه اللي جاب محمد حازم عند ام البيت؟ اقول لك يا عم عيش معايا الخيال وتلاقي الاكل مش بشاميل الخميس عادي، ده باكتر حاجه انت بتحبها. وبعد كل ده تتفاجئ ان المنبه بيرن وانك كنت بتحلم عشان شفت فيديو لمحمد حازم في بشاميل الخميس قبل ما تنام. انا اسف ان سحبت منك الحلم ده. متي انا اسف. وطبعا بعد ما انت قمت لقيت نفسك جعان والساعه دلوقتي 3 الفجر، ولو فكرت تصحى امك عشان تعمل لك اكل في الميعاد ده هتبقى انت عباره عن وجبه الغداء بتاعت تاني يوم. فبتفتح اليوتيوب تشوف ريفيوز عن مطاعم الاكل اللي جنبك عشان تطلب، وساعتها يجي في بالك سؤال مهم، هل دول بتوع اعلانات ولا بيقولوا رايهم بجد؟ فتلاقي فيديو عن يوتيوبرز اسطوري اسمه ابسينيو بيجاوبك على الافكار دي كلها. خدت الهوك؟ تعالى بقى. الفود بلوجرز في منهم انواع كتير، في منهم اللي صفحته عباره عن اعلانات، ودول نقدر نقول عليهم انفلونسرز، ودول اللي بيجربوا مطاعم بس بطلب المطعم نفسه زي مزاجنجي وعدنان وناس تانية برضه. والناس دول بتبقى صفحاتهم عباره عن اعلانات للمطاعم، مش تجربه حقيقيه كتجربه ان هم لو الاكل وحش يقول لك الاكل ده وحش. ما تلاقيهمش بيقولوا على الاكل وحش. ليه؟ لان اصلا مستحيل ينزل لهم الاكل وحش. الشيف بيبقى عارف ان في ناس جايه تصور النهارده، فبيحاول بكل الطرق انه يخلي الاكل حلو عشان تبقى اقرب للواقعيه. فده نوع من انواع الريفيوز، انا بسميه الريفيو الاعلاناتي، ودول اللي اسمهم بلوجرز. لكن بقى في بقى الفود ريفيورز اللي بيعملوا ريفيو، اللي بيجيب الاكل من غير المطعم ما يعرف انه بيعمل ريفيو، ويجرب الاكل بطبيعته ويقول رايه بكل صراحه. زي مين؟ منعش وعمرو شريف، وحديثا اضرب مع سري اللي عملنا عنه حلقه بقى قبل كده. شفت جبتها لك منين؟ ماركتنج الحلقات ده اسهل حاجه عندي. المهم زي عمرو شريف اللي بيعمل ريفيو، المفروض اسمه ريفيو مش انفلونسر، وده ما يمنعش انه ممكن يعمل اعلان، لا عادي ممكن يعملوا اعلانات، بس مش ده التايتل بتاعه. وفي بقى ناس معروفين انهم ريفيورز بس هم مش فود ريفيورز. زي مين؟ خد المفاجأة دي، سحس. سحس أقرب إنه يكون فود بلوجر أكتر من إنه يكون فود ريفيو. سحس معروف بالتحديات والتجربة كل فين وفين، مش بتقييم الأكل. وهنا أنا بتكلم عن أغلبية الفيديوهات. ومين كمان مش فود ريفيور؟ محمد حازم. محمد حازم معروف ببشاميل الخميس، ولما بيعمل فيديوهات تانية تبقى تجربة أو إعلانات. هتقول لي يعني إذا كانوا هم انفلونسرز أو فود بلوجرز أو فود حتى ريفيور، هل الاختلاف ده بيفرق؟ ما كلهم بيقيموا الأكل يعني. إيه؟ كلهم بيقيموا الأكل؟ ما أنا بشرح إيه كل ده؟ shit. Here we go again. لا، في فرق متباين جدا يا صاحبي. انت لو صاحب مطعم هتجيب حد يعمل لك اعلان، مش هتجيب مثلا حد زي منعش ولا عمرو شريف. طبعا ممكن تحطهم في اختياراتك، بس انت عايز تجيب حد متخصص في الاعلانات، فهتجيب مين؟ مزاجنجي او عدنان او الناس المتخصصه في النوع المجال ده. بس لو انت خايف من تقييمات الاكل او ان الاكل نفسه يطلع مش حلو، عايز دايما تخلي الاكل حلو عشان ممكن ناس تجربه او في يوتيوبرز يجربوه، فاكتر ناس ممكن تخاف منهم في ساعتها مين؟ هم الفود ريفيورز اللي زي منعش او عمرو شريف. ولو عايز تعمل عروض عشان لو حد حب يعمل تحديات اكل، ساعتها هتعمل ده بناء على سحس. هتقول لي يعني كلام الناس دي بقى بعد كل اللي انت بتقوله ده، هل كلام الناس دي بيأثر؟ يا صاحبي بيأثر. ده مش بس بيأثر، ده بيأثر جدا كمان، ده ممكن يقفل مطاعم. تعال اقول لك حاجه، المطاعم الكبيره بره بيبقى ليها تقييم نجوم، اعتقد كلنا عارفين الحوار ده. والنجوم دي بقى اسمها نجوم ميشلان، وميشلان دي اصلا شركه اطارات. اللي بيقيم المطاعم شركه كاوتش. وبدا الحكايه لما شركه ميشلان دي كانت عامله مجله بتقول فيها افضل المطاعم تشجيعا للناس ان هم يسافروا، وكانت المطاعم بتقيم وكل مطعم ليه تقييم. ومع الوقت الدليل او المجله بقت مصدر عالمي لتقييم المطاعم، وبقوا عينوا خبراء اكل سريين يروحوا ياكلوا في المطاعم ويقيموا بدون ما حد يعرف ان هم ناس تبع ميشلان او ناس جايه تجرب الاكل في تجربه عاديه جدا. ايوه زي ما بيعمل منعش ومروان سري وعمرو شريف. يعني تخيل لو سري عمل زي ميشلان كده، هيديهم واحده سيبك من ميشلان واضرب مع سري كمان. يلا يا عم سري سلوجان اهو. قول لي طب دي شركه ودليل، لكن اللي عندنا دول مش بيعملوا زيهم. مين اللي قال لك؟ طب ما هم بيعملوا زي ما مفتشين بيعملوا بتاع ميشلان. الله، ما انا بشرح ايه. لكن مالناش دعوه بقى بالشخص اللي بيقعد ينتقد في الاكل بدون سبب ده، لان ده كان بيسبب اذى للمطاعم في
الاول قبل ما الناس تفهم اللي هو بيعمله، وبقت الناس تاخد رايه بالعكس. وفي فرق بين حاجه اسمها الرقابه وبتوع نجمه ميشلان. عشان نوضح، الرقابه دي بتقيم النظافه بتاعه المطعم وجودته وكل الكلام ده، يعني مستحيل حاجه تحصل زي الفار الطباخ، دول ضحكوا عليك يا صاحبي. نرجع لموضوعنا، الناس دي رايها بيأثر جدا. انا ما كنتش عارف، انا من 3 سنين تقريبا فرقت شمل عيله، والله ما كنت قاصد. طب ما انت ما قلتليش برضو، انا لو عايز ابقى فود بلوجر اعمل ايه؟ بص صح، قرر الاول انت عايز تتخصص في ايه. في الاعلانات مثلا، فلازم تجرب مطاعم جديده وبتعمل حاجات جديده عشان ترفع صفحتك وتبقى بتاع اعلانات، ولازم يبقى ليك طريقتك في المونتاج والتقديم. واسف لو انا اتلخبطت بين الفود بلوجر والفود ريفيور، انا نفسي برضو مش متعود على الاختلاف ده، انا اكتشفت الكلام ده وانا بحضر للحلقه. بس كمان الفود بلوجر الاعلاناتي الصراحه هو الاكثر ربحا، بالذات لو مشهور. بمعنى ان لو الشخص اللي بيعلن عن المطعم كل ما كان مشهور كل ما كان مطلوب اكتر. ولو الموضوع مش مربح زي ما انا بتكلم، ما كانش حد شيف كبير زي الشيف الشربيني ينزل يعمل اعلانات لمطاعم، برضو ما بيعلنش غير لسلاسل مطاعم او مطاعم كبيره. وكمان في ناس بتعلن عن المنتج بتاعهم بس، زي مين؟ زي بهيج. حد زي بهيج مش فود بلوجر ولا فود ريفيور، ده بيماركت المنتج بتاعه او الشغل بتاعه بس، ما بيتكلمش عن شغل الناس التانيين وما بيعملش تجارب تانية. ولو عايز تبقى تعمل ريفيو بجد، فهات الاكل وقول رايك بكل صراحه بس بدون تجريح، عشان كلمتك مش ممكن تضايق صاحب المحل، ممكن تقطع عيش الناس كتير اللي في المطعم، الا طبعا لو حاجه لا يسكت عليها، رايك وانت حر فيه. لو عايز تبقى بتاع تحديات اعمل كده، بس ابعد عن تحديات فادي عضلات عشان صعب تغلبه فيها، وحاول ما تعملش تحديات تاذي صحتك. وهذا سحس هو اصلا شخص رياضي وبيمشي على نظام قاسي جدا في التمرين عشان يعرف يحرق الاكل اللي هو بياكله. واوعى تنسى وانت بتاكل انك تدعي لاخواتك المحاصرين اللي مش لاقيين لقمه ياكلوها، وانك تدعي لهم من قلبك. واوعى تنسى المقاطعه، ولو مره نسيت انك تقاطع عادي انك ترجع تاني يا صاحبي. بقى في بقى نوع تالت خالص، الناس اللي الفيديوهات اللي بتبعتها لي بتاعت الناس السنين اللي بيقعدوا ياكلوا. انا مش فاهم النوع ده الصراحه، حاولت ان اقيمه او اشوف له مجال ما فهمتوش. دي ناس بتجيب اكل ويقعدوا ياكلوا، وعلى فكره الموضوع ده ساعات بيمؤذي، عشان في ناس كتير بتقول ان الناس دي بتبقى متجوعه قبل الفيديوهات عشان تعرف تاكل بالشكل ده. هتقول لي يا عم خلاص انا شفت الفيديو بتاعك وهبقى فود بلوجر. طب ممكن اسالك سؤال اخير قبل ما ارخم عليك؟ هل انت حمل المصاريف اللي في الاول؟ ايضاح هو الفود بلوجرز بيدفعوا في الاكل؟ بيدفعوا في الاكل طبعا، الا بتوع الاعلانات. بتوع الاعلانات دول بيبقى ليهم نظامهم الخاص، بس الباقي بيدفعوا. هو انت فاكر ان هم بداوا من فوق وهم مشهورين؟ لا طبعا، في الاول كانوا بيدفعوا من مالهم الحر، وبعدين لما قناتهم بقت تجيب ربح بقوا يدفعوا من الربح بتاع قناتهم. يا عم خلاص انا مش هبقى فود بلوجر. بقول لك يا ريس ما تتقلب بينا وتخلص بقى. طب وليه تبتدي من عالي؟ انت ممكن تعمل تجربه افضل، وهي انك تجرب محلات عشوائيه في اماكن تعتبر فقيره او عربيات في الشارع، وساعتها انت ممكن تكون سبب رزق ناس تانية، وده عند ربنا شيء كبير جدا، والناس دي عمرها ما هتنسى لك اللي انت عملته. وبرضه هتبقى كتجربه مش غاليه، وبرضه مش تروح للراجل تقول له انا هاكل ببلاش عشان اصورك، دي اسمها بجاحه يا صاحبي. الراجل لو ما حاسبكش دي تبقى ذوق منه، ويفضل لو جربت الاكل ده اصلا من غير ما الراجل يعرف، عشان لو الاكل ما عجبكش ما تبقاش محرج ولا منافق زي ما منعش كده بيعمل الصراحه. حلوه الفكره. ببساطه تقييم الاكل مش شيء مسلي فقط، ده مجال ممكن يحدد رزق اشخاص على فكره، او ان عيشهم يتقطع برضه. وبرضه زي ما في شيء سلبي برضه بيبقى في شيء ايجابي. المطاعم بتسعى انها تقدم افضل ما عندها، في موضوع الفود ريفيوز ده بيخلي المطاعم دايما بتحاول تحسن من نفسها، وان لو في ريفيو مثلا كانت وحشه فيه، فلما تحسن منها ويجربها نفس الشخص يقولوا ده حسنوا من نفسه. وده اللي انت لازم تفهمه، مش طول الوقت المطاعم حلوه، مش دايما هتبقى بيرفكت، اكيد بيجي وقت الاكل بيبقى اقل من المطلوب. يعني انا بالنسبه لي لو من كل 10 اوردرات من نفس المطعم جالي 9 كويسين و9 ده رقم كبير جدا، واسال اي فود ريفيور هبقى مبسوط جدا. وبعد كل اللي انا قلته ده لسه عايز تبقى فود بلوجر او ريفيور؟ اتمنى تقول لي رايك. وعلى فكره انا وصاحبي هنبقى فود بلوجر. وبس كده خلصت. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. انا حبيت اقول لكم ان احنا عملنا قناه اسمها ما تسال، واللي بتتكلم على الاسئله اللي احنا مش عارفين نجاوبها انا هجاوبها لك يا صاحبي. ما تنساش تروح تشترك هناك وتقول لنا الاسئله اللي بتيجي في بالك. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واحنا على الفيسبوك نعمل فولو ونعمل لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.